تفرج الهموم بالصلاة على النبي. سيدنا الشيخ عبد الحليم محمود لما حدثت له المشكلة أرسل إلى شيخه وأستاذه ومعلمه، فكان مشورته ليه تمسك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يحصل لك مشكلة، خذ بالأسباب وأدي ما عليك ولذ بالصلاة على رسول الله. أردت شيء من ربنا سبحانه وتعالى، أدي ما عليك. طالب ذاكر، موظف اعمل واجتهد، أستاذ علم، تاجر، أدي ما عليك في كل مجال من المجالات، أدي ما عليك والتزم بفرض الله وأكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله. يفتح الله عز وجل لك الأبواب المغلقة ويسر لك كل أمر عسير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. تكفى همك، كل مصالح الدنيا وكل هموم الدنيا يقضيها الله تبارك وتعالى عنه، ويغفر ذنبك فتأتي يوم القيامة وليس عليك شيء، بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. الرضا من الله تبارك وتعالى بتيسير الأمور وتفريج الكربات وقضاء الديون، ثم يأتيك بعد ذلك الفضل من ربنا سبحانه وتعالى. وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رفيع المقام القريبين منه صلى الله عليه وسلم قال: أكثركم علي صلاة. فأكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي صيغة. سيدنا الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله ورضي عنه، شيخه أرسل له هذه الصيغة، وهذه الصيغة كانوا يتعلمونها من أقوال الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه ويسأله، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصيغ من الصلاة، أفضلها وأشرفها الصلاة الإبراهيمية، النصف الثاني من التشهد، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم، ثم بعده ما ألهمه الله تبارك وتعالى للصالحين. فتمسكوا بالصلاة على سيدنا رسول الله، فإنها باب القبول، وإنها باب الوصول، إنها باب الرضا، إنها باب الفرج، إنها باب كل خير. لماذا؟ لأن الله يحب سيدنا النبي وأوجب علينا الصلاة على سيدنا النبي، ووعدنا أن من صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله يفرج الله تبارك وتعالى عنه. وقد ذكرنا في لقاء لنا سابق أن الله تبارك وتعالى ما أشرك العباد معه إلا في أمور محدودة، منها الصلاة على سيدنا رسول الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا من أمنت بالله صل على رسول الله، يا من رضيت بالله ارضى بمن أرسله الله، يا من أطعت الله أطع المفوض من عند الله بالبلاغ عن الله. فإذا أردت كل خير فأطع رب العالمين تبارك وتعالى، وادخل في جملة المصلين تفز بالوصل والرضا من رب العالمين. إذا أهمك شيء فصل على النبي صلى الله عليه وسلم يفرج الهم. إذا أردت شيئا فصل على رسول الله يقضى لك كل أمر. إذا أثقلتك الذنوب فصل على رسول الله تغفر لك الذنوب. إذا أتعبتك العيوب فصل على النبي يستر الله لك كل عيب ويفتح الله لك كل باب مغلق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.